أكرمكم الله يا شيخ. يا هنا كلام السهيلة، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا شيخ، سامحونا شغلناكم. دحين أستأذن منك أصير أغير ملابسي وأبصر أموري. قلاقل جلس على نشتي. ها شيخ تفضل. اسمع يا قلاقل، مشتي شحد يدرب ما حصل. إذا حد سألك بالناس بطريقتك تقول لهم صرت رحلة، صرت تتعالج، هذاك أخبار. على طول يا شيخ، ولا يخرج خبر سرك في بي. اسمع، أنا داري يعجبك الترترة، يمين لو يخرج خبر لبعد القلقل يا قلاقل. مالكم يا شيخ على القلقلة، خلاص أعرف أمو قلاقل لا يمكن يخرج أي خبر. خلاص قلت لك اليوم عاوزنا البذور مع الجهات اللي نسقناها معاها، تستلمهن وتسلمهن المزارعين حسب الآلية اللي اتفقنا عليها، وتنسق لنا ادوات التوعوية في الايام الجايه مع المهندس الزراعي علشان توعية المزارعين على اهم القضايا اللي نحتاجها هذا الحين. وقد بيقول توفيق الضيف ان بالدكتور بيطري جاي للقريه يعمل توعية بيطريه والكل. بس مالك يا شيخ لما تخرج صورتك مقلوبه، ما بيش نابله بك ذي الموضوع، اهم حاجه انت تنجز عادي، قلت لك بعدها سهل. يلا تمام. يلا شيخ صورتك ما قد رقتش. شيخ عارف، ادخل افتهن وارتاح ولا عليك ولا تقلق الا نجهز الامور كامله. انا ما ترتاح لو ما ادبر بيتطاول علينا ولا رضي رحله مننا. آخر ما كنت متوقعه جاسم يطلع منه كل هيك. يا ما تحت الشواهي دواهي، وكمان في مثل بيقول تحت المدني ألف جني. بس يا شيخ أنا من رأيي إن إحنا نسلمه للشرطة، لأني بصراحة مو مطمن للشيخ عارف، شايف بعيون الشر. معك حق، بس مين يقنع أبي؟ وعارف حضرته اللي ما بده يمشي إلا اللي براسه، وأنا محتار بين الاثنين. صورة يا خيري بيك بنشوف شي خطة نسلمه لقاسم للشرطة، وهيك نكون فضحنا عايد وبنهي كل المشاكل. ولا ناموسة؟ ونحن شو عم نحكي من الأول؟ نقطنا بسكوتك. ولك ناموسة، اللي شو وداك بنص الليل لبيت قلاقل؟ شو رحت مر تأخرنا على الوقت. اطلع سوا اطلع، تأخرنا خيري بيك. هذاك ذو خامس اتصال هو ما بيجاوبش. مالها؟ هذا قاسم من القرية، ولا حد حاجم ما فعل كل شيء اللي في راسه، وآخرة المطاف يقول أخبارنا العاير ما فعلنا بك احنا واهل القرية حاجة، ولا فعلت شيء يا شيخ، انتم ملائكة، انا الشيطان الرجيم. ده الحين تقول لي ما فعلت، جيت تلومني انت واهل القرية؟ مش الداري ما فعلت يا شيخ؟ ما له هذا، ما هو هذا الخبر، أشفع علم حاجة. الظالم ينسى والمظلوم ما ينسى. مو ظلمت هذا، لا تبرر لك بعاسس خبيرات حمد خيانتك، حاجة أقول لي ما فعل. جربة النعي حقي وحقبي وجدي شليتها غصب يا شيخ، ما لقيت ما اكل انا وجهاني مت جوع. هي حقي ولا حقك؟ قاسم أنا ما شلتش غصب، أبوك اتدين مني دايم وما فاعل، وفي الآخر شليت حقي، بعدها فرضنا إني شليتها غصب، جربة هتخليك تفعل هذا كله. هذا حقبي وجدي، والدين اللي عندي بنص قيمة الجربة. إذا الجربة ما بتسوى عندك شيء، بالنسبة لي بتسوى كل الكون هذا.
مقهور شنداري مات مقهور يا شيخ. اكيد مش انت عارف ايش معنى شيخك يهينك ويدلك ويشيل حقك قدام عينك بدل ما يحميك. أيام كيف يا شيخ؟ ما انا بعده. نزلوها على المخزن. ابشر. 8 9 وهذا العاشر. عاش اسمع يا حج محسن، اهلا. هؤلاء 10 الروس وهنا استثمار الجمعية، وفي راس كل سنة معك بعد ال10 الروس راس حلال علي. توكلنا على الله. إذا وقع معي يا معي. هذا القلم وهذا الورق، استلم ووقع. الله يبارك لك ويبارك للجميع. تفضلوا. يلا الله يبارك للجميع. يلا الله يبارك لك وبهذن. ولا تقلق، هذا على ارحم الراحم. أي خدمة. شكرا الله معك. حياتي. ورق 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 ورق. جنا ما شاء الله ما بنتيتم لنا قلم حاليا. فاحنا هذا الصيف واحنا هذا السنه نشيل نزرع بل نستعلم بالامطار الموسميه. اول نجيب الارض يا فلاح. وبعد بعد ان ندري ايه خلاص توكلنا على الله. توكلنا على الله. هاني ابن عمي، وين انت؟ وين الغيبه هذه كلها؟ قد جننتنا ما عاد خلينا بقعه في القريه دورناك عليها. اجلس تفضل. يا ابن عمي ما بلا، انا صرت مناطق سياحيه اصور فلوقات وهذيك البقع ما كانش فيها تغطيه. مناطق سياحيه، وليش ما شل قاسم معك؟ قاسم؟ هذا تصوير خاص واحترافي وما ينفعش اشيل قاسم. 3 حركات يا ابن عمي، قد يخبر بك. من هي؟ القريه قد دوروا عليك في كل بقعه ولا تخلوا مكان، وامانه لو كنت تصير بمكان كذا ولا كذا كن بلغني، يكفي ما وقع بقاسم. ايش وقع في قاسم؟ امانه انه ساعه الجاهل لما ضاع عليهم قاسم، وكنا نفتجع عليك لا يوقع فيك شيء ولا شيء، كم يوقع بقاسم؟ قاسم؟ ايوه امانه لا سكت عليه ولا فلته. كيف فلته كيف اسخى علي ابن عمي بعد ما عرفته؟ يمين ما حيلاتي ما أرد له جميله مضاعف. ما شاء الله، مبروك مبروك يا ولد، الله يتمها على خير.